السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم هذا الفيديو خصصته خصيصا للمبتدئات اللي يحبوا يديروا الشخشوخه وما يقدروش يديروا، ما يعرفوش يديروا هذا الفطير ولا الكسره ولا الوريقات. هاي ليك، شوفوا كيفاش تجي رقيقه سهله. عندي زوج طرق دوك نوريهم لكم باذن الله. هكذا الطريقه الاولى، نفتح العجينه، ندير شويه زيت، نفتحها ونركز على الجوانب الحواشي اي الطرف هكذا، ما نكتروش الزيت. نحل نسبق في الجانب الاعلى هكذا نكسلو مليح. فوالا نركز على الجانب العلوي هكذا، الفوقاني هكا نكسل، نرفد العجينه ونكسلها ونخلي التحتاني شويه خشين، ومن بعد نرفد العجينه ونحطها على الكف من الفوق هكذا، ونعاود ندخل يدي ونخرج، نرفد العجينه ونكسل او ميم طون ونحطها مباشره في الطاوه ونجبد. هذه الطريقه الاولى اللي سهله ومبسطه. هكذا نخلو العجينه تنشف، نرفدو هكا، فوالا نخلوها تطيب على غردها. كاين بزاف بنات يحبوا يديروا هاد الامور بصح تجيهم صعيبه. هذه الطريقه الاولى السهله، كاين ما اسهل منها دوك نوريها لكم. فوالا هكذا نطيبو، نشفوها باش ما تجيناش خضره، نقعدو غير نقلبو فيها. هاي ليك الورقه تاعنا طابت، هي سخونه هنا، شوفوا كيفاش جات رقيقه وخفيفه. فوالا قد ما نكفسها ما تتعجنش. هاي ليك. نروحوا للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه، هنا عندي بابي كويسون، هذا بابي بير، نقطعوه على حساب الطاوه تاعنا ولا المريد تاعنا. كل وحده كاين اللي عندها صغير كاين اللي عندها كبير. نقطعوا زوج ورق ونلاقيوهم مع بعضهم، ندهنوا لو بلان دو طرافاي بالزيت ونحطوهم، نحطوا وحده فوق وحده، يعني نصف هكذا في النصف. كاين اللي طاوتها صغيره تنقص على حساب الطاوه تاعك هكذا، وتلصقي تدهنيهم بالزيت بيان، وتجيبي الحبه تاع العجينه تاعك وتبداي تفتحي فيها. هاي ليك هكذا. هذه طريقه سهله جدا، يعني اي مبتدئه تقدر تديرها وتنجح فيها من النهار الاول. نحلو الطراف هكذا، نكسلو، كسلي قد ما تقدري. انا جيناني يعني التصوير جيناني سينو راني كسلت ما اكثر. هكذا كسلي قد ما تقدري العجينه كيما كي حبتها. فوالا هكذا، ونروحوا نرفدوا زوج ورق من الجهه، ورقه من ونروح نحطوها مباشره فوق المري ونقلبوها هكذا ولا الطاوه، ونبداو نحو بالورقه. شوفوا شحال سهله هذه الطريقه البنات، ما كاش ما اسهل منها. هكا ونرفدو بالعقل ونطيبوا الحواشي. هاي ليك، هذه ما كاش ما اسهل منها. ميم الورقه تاعها تجي بزاف خفيفه ورقيقه، ما تحصليش. هاوليك البديل، هاي ليك تجي رقيقه ما شاء الله. هكذا نقعدو نقلبو فيها حتى طيب بيان. هذه الطريقه العصريه الجديده للمبتدئات، راني نقول للمبتدئات. هاي ليك، شوفوا الورقه شحال جات رقيقه على الطريقه الاولى. شوفوا عفوا
شوفوا البنات ما شاء الله، شوفوا الرخام راه يبان، جات يعني ما شاء الله. هاي لي كيفاش جاتنا، جات ما شاء الله، يعني بطريقتين جاو ما شاء الله، مي الطريقة الثانية افضل واسهل. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، وحتى ما تزيد تعجز وتقول ما نعرفش وما نقدرش. هاي ليك ان كونتيتي، ونديروها شخشوخه، نديروها اي طياب اللي انا حابينه. هذه هي اسهل طرق باش ما تعجزوش البنات. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وضغطوا على زر الاشتراك وبقاو على خير.